بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الذي سنقوم فيه بالمراجعة للفرض والاختبار الثاني في مادة الإعلام الآلي لطلبة السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم. إذا نبدأ على بركة الله. يقول التمرين الأول: من أنا؟ أنا لست لغة برمجة متطورة، أنا فقط لغة مصطنعة للتعبير عن البرامج. إذا أنا طبعا هنا يقصد الخوارزمية، لأن الخوارزمية هي لغة نصف برمجية تستعمل للتعبير عن البرامج. بعد ذلك في الجملة الثانية يقول لنا: أنا كلمة تستعمل للتصريح عن الثوابت. إذا أنا، نحن نعلم أنه في جزء التصريحات عندما نريد التصريح بالثوابت نكتب الكلمة المحجوزة constant التي تستعمل للتصريح عن الثوابت. العبارة الثالثة تقول: أنا نوع من أنواع البيانات أخزن فقط القيم صحيح أو خطأ. طبعا نوع البيانات الذي يخزن فقط صحيح أو خطأ هو بوليان. أنا هو الجزء الذي يقوم فيه المبرمج بالتعريف عن الثوابت والمتغيرات. إذا أنا طبعا هذا هو الجزء الثاني في الخوارزمية الذي يسمى جزء التصريحات Declaration. الآن ننتقل للتمرين الثاني. يقول: إليك المخطط الانسيابي التالي، قم بتصحيح الخطأ إن وجد. أول شيء لدينا الشكل البيضاوي مكتوب فيه دو بي، هذا صحيح. بعد ذلك لدينا شكل متوازي الأضلاع، يقول هنا لير entrer la valeur de A et B. إذا بما أنه كتب لنا عبارة لا يمكن أن يكون المتغير عبارة، إذا هنا يقصد أننا سنخرج هذه العبارة على الشاشة لننبه المستخدم بأن يقوم بإدخال عددين A و B. إذا لا يكون ذلك بالتعليم لير، وإنما يكون بالتعليم إكرير. إذا هنا في هذه المنطقة نضع بدل لير إكرير. أيضا هنا لم يقم بقراءة المتغيرين A و B. إذا علينا في هذا المكان قبل أن نقوم بعملية الاختبار بالمعين علينا أن نقوم بقراءة المتغيرين A و B، وذلك باستعمال شكل طبعا متوازي الأضلاع، ونضع داخله لير A و B. هنا لدينا المعين به A أكبر من B، أي إذا كان A أكبر من B. في حالة صحيح فري نقوم بإخراج على الشاشة إكرير ماكس B. لكن هنا نلاحظ وجود شولتين في البداية ولم يغلق هذه الشولتين قبل الفاصلة. إذا علينا أن نغلق هذه الشولتين قبل الفاصلة، لأن هذه عبارة تعرض على الشاشة كما هي، أما هذا المتغير فنعرض قيمته المخزنة في الذاكرة. هذا الفرق بين المتغير وعندما نريد إخراج عبارة. طبعا هذا يكون في شكل متوازي الأضلاع كما نرى، وتكتب هنا إكرير تعليمة الكتابة على الشاشة. في الجزء الثاني عندما يكون الشرط غير محقق، أي في حالة فوق، أيضا نقوم برسم شكل متوازي الأضلاع، نكتب إكرير للعرض على الشاشة. هنا الخطأ أنه أدخل المتغير A ضمن هذه الشولتين، وهذا خطأ. هنا سيعرض لنا A ولا يعرض قيمته المخزنة في الذاكرة. إذا علينا أن نغلق الشولتين قبل الفاصلة. إذا ماكس نقطتين. هذه العبارة ستعرض في الشاشة على أساس أنها عبارة، أما الآ فهي متغير نعرض قيمته المخزنة في الذاكرة. إذا علينا محو هذه الشولتين الأخيرة، وهكذا بقي لنا فقط أن ننهي المخطط الانسيابي. طبعا ذلك يكون برسم الشكل البيضاوي ونكتب داخله ف أو نهاية. يقول هنا: بعد تصحيح الأخطاء اذكر ما هو المشكل الذي يحله هذا المخطط الانسيابي. إذا هذا المخطط الانسيابي في البداية يقوم بإدخال عددين ثم يقارن بينهما ويخرج لنا العدد الأكبر. إذا نقول هنا أن المشكل الذي يعالجه هذا المخطط الانسيابي هو العدد الأكبر بين عددين مدخلين A و B. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا التمرين. يقول: إليك أسماء المعرفات الآتية، صحح الخطأ إن وجد مع ذكر نوع الخطأ. هنا يقول لنا var، أي أنه سيقوم بالتصريح بمتغيرات. كتب لنا const 1 const 2 1 2 points entier، أي أن نوع هذه المتغيرات entier.
لكن هنا فيما يتعلق بتسمية هذه المتغيرات، نحن نعلم أن تسمية المتغيرات لا يجوز أن نسمي بالأسماء المحجوزة في الخوارزمية. وكونست هي كلمة محجوزة تدل على بداية جزء التصريح بالثوابت. إذن علينا أن نغير بدل const نضع شيء آخر، مثلا كأن نضع var a1 فاصلة a2 فاصلة 1 2.entier، وهكذا تصبح العبارة صحيحة. في العبارة الثانية قال لنا الجوريثم لا سوم نمبر امبير. إذن هنا الخطأ يتعلق باسم الخوارزمية، لأنه في اسم الخوارزمية لا نترك الفراغات، والصحيح هو أن نكتبها بهذا الشكل لا سوم مثلا دو نمبر امبير، أو نضع ما بينها مطة. العبارة الثالثة لدينا الجوريثم سون بروميير. إذن أيضا هنا الخطأ يتعلق باسم الخوارزمية، بحيث من قواعد تسمية المعرفات ومن بين المعرفات اسم الخوارزمية ألا يبدأ برقم، ونلاحظ هنا أنه بدأ برقم. إذن نضع بدل هذا الاسم مثلا هذا الاسم لو سون بروميير نمبر. آخر عبارة لدينا الجوريثم إيكواسيون. إذن هذه العبارة صحيحة. الآن ننتقل للتمرين الثالث، يقول أنشئ المخطط الانسيابي الذي يمكننا من إدخال عددين x و y وجمعهم، ثم حساب المتوسط إذا كان جمعهم أكبر من 10. إذن يقوم بإدخال عددين x و y ثم حساب المتوسط في حالة ما إذا كان جمعهم أكبر من 10. إذن أولا، وأي مخطط انسيابي ننطلق بهذا الشكل، نرسم شكل بيضاوي ونكتب داخله بداية. بعد ذلك سنقوم بإدخال عددين أو قراءة عددين. هنا نكتب قراءة أو إدخال نفس الشيء x و y. طبعا عملية القراءة أو الإدخال تكون في شكل متوازي الأضلاع. بعد ذلك قال لنا وجمعهم. إذن عملية الجمع تكون في شكل المستطيل، وهنا نضع x زائد y. قيمة هذه النتيجة سنضعها في المتغير s الذي يدل على عملية الجمع sum. إذن هنا نجمع المتغيرين ونضع النتيجة في المتغير s. ثم بعد ذلك قال لنا ثم حساب المتوسط، لكن في حالة ما إذا كان جمعهم أكبر من 10. إذن هنا علينا أن نتخذ قرار، يعني أن نضع s أكبر من 10. إذا كان هذا الشرط صحيح، أي في حالة وي، هنا نحسب المتوسط. ما معنى المتوسط؟ هو مجموع العددين على 2. إذا نقسم s على 2، بما أنها عملية نضعها في شكل المستطيل، ونضع قيمة هذه النتيجة في المتغير am. بعد ذلك نقوم بكتابة am على الشاشة ونضعها في شكل متوازي الأضلاع، لأنها عملية إخراج. طبعا عملية الإدخال والإخراج تكون في شكل متوازي الأضلاع. الفرق بينهم فقط هو أن عملية الإخراج نكتب كتابة أو إخراج، أما عملية القراءة نكتب إدخال أو قراءة. في الحالة الثانية أين يكون هذا الشرط غير محقق لا نقوم بأي شيء، لأنه فقط قال لنا هنا ثم حساب المتوسط إذا كان جمعهم أكبر من 10. لم يقل لنا في الحالة الثانية ماذا نفعل. إذا لا نفعل أي شيء ونقوم بإنهاء هذا المخطط الانسيابي برسم الشكل البيضاوي ونكتب داخله نهاية. إذن أحبتي الطلبة، بهذا نكون قد أنهينا شرح هذه المراجعة. نتمنى أن ينال هذا الشرح إعجابكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة إن لم تكونوا مشتركين، ولا تنسونا من صالح دعائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.